السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو جديد على القناة. فيديو ديال اليوم بعد غياب طويل بزاف. غادي نقدم لكم واحد التشكيلة ديال حلويات عيد الفطر المبارك اللي كنتمنى تعجبكم. سهلة بزاف وبطبيعة الحال غادي تكون لذيذة بزاف مع اضافات اللي زوينة كتضيف النكهة الحلويات ديالكم، وبطبيعة الحال كتكون اقتصادية، يعني ما فيهاش قوة القوام بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم ان شاء الله. وندوزو المقادير. بالنسبه للشكل الاول اللي غادي يكون ساهل وغادي تكون حلوه بدون فرن، غادي نحتاجو فيها 3 ديال المكونات فقط اللي هما الشوكولاته السوداء. غادي نديرها تذوب في حمام مائي ساخن، وغادي ندوز باش نطحن اللوز ديالي اللي كنت ديجا حيدت له القشره بطبيعه الحال، وغادي نحمرو شويه في الفران مع قطره ديال الزيت. غادي نطحنو في مولينكس وغادي نخليه هكا غير مهرمش، ما نطحنوش ندعقو مزيان. بغيت نخلي داك لا تكستور ديالو تكون شويه محببه باش نحسو به في الحلوه ديالنا. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نطحن باش غادي نحمر شويه ديال الكوك ديالي. هنايا عندي مقدار 4 ديال الملاعق كبار ديال الكوك اللي حمرتهم هين فوق البوطه هكا حتى تغير اللون ديالهم، كيعطي واحد المذاق رائع. وبطبيعه الحال غادي نخلي لكم جميع المقادير تحت في صندوق الوصف. بالنسبه للشوكولاته استعملت 500 غرام ديال الشوكولاته. اللوز استخدمت واحد 200 غرام حتى ل 250 غرام ديال اللوز. وبالنسبه للكوك واحد 80 غرام هكاك ديال الكوك. وتقدروا انكم مثلا ما تستخدموش هاد المكونات هذه، ديروا مثلا الا عندكم قرقاع اولا مثلا الا عندكم كاوكاو اولا البسكوي، يعني تقدروا انكم تلعبوا بهاد المكونات هذه على حسب المتوفر عندكم في الدار. الشكلاط ضروري من الأحسن أنه يكون من نوعية جيدة، فأنا كنصحكم بالشكلاط ديال غالا أولا الشكلاط ديال ماكاو، هادو بجوج زوينين وكيكونوا رخاص، يعني كيتقاموا اقتصاديين. وإلا بغيتو زعما شي حاجة ما أحسن تقدروا أنكم تستخدموا الشكلاط ديال هذا ديال إقبال. فبالنسبه لهاد الحلوه هذه كما قلت لكم ساهله، ما فيهاش قوه الروينه الى اخره. فانا عندي هاد لي مول هادو اللي جبت ديال الشوكولاته بلوتو ديال السيليكون، غادي نعمرهم هكا بالشكلاط ديالي وغادي ندخلهم المجمد وصافي. وصلت عندي يعني الحلوه ديالكم كتكون دغيا وجدت في ساعه. بالنسبه لذاك الخليط ديالي كنخليهم فوق داك الكاسرونه اللي فيها الماء غليان اللي ديجا سخنت من فوق البوطه باش داب الشكلاط صافي، كتبقى هكاك دافيه ما كتحتاجوش تولي تسخنوها. على ما كيجمد هاد السيري هذا ديال هاد الحبات هادو اللي درنا صافي كنوليو نخويوهم من المول ديال السيليكون ونوليو نعمروا المول ديالنا من بعد ما كندوزو عليه هكا غير بمسيحه باش كيجيو هكا كيلمعوا، كتجي داك الوجه ديالهم كيجي زوين ونقي. انا غادي نحاول نقادد الاسطح ديال هاد الشوكولاته ديالي اولا ديال هاد المزيج ديال الشوكولاته ديالي في المول ديال السيليكون. غادي نمسح الزوائد باش ملي غادي يجمدوا غادي يجيو مفينين ويجيو زوينين بزاف. كما كتشوفوا هانتوما راهم جمدوا، ما كياخذوش الوقت بزاف ما كياخذوش كاع الوقت بزاف. كنقول لكم هذه حلوه تقدر تصاوبوها في الليله اللي قبل العيد، يعني سهله وما فيهاش قوه روينه وما فيهاش صداع الراس. بالنسبه هاد المول هادو المول ديال السيليكون كنراه كلشي راه عنده واحد ولا جوج في الدار، وكيكونوا كيتباعوا يعني بشي 15 درهم ولا 17 درهم، يعني ما غاليينش بزاف. الانسان كل مره ياخذ وحيده يعني كيقتصدوا عليك اولا كيوفروا الوقت. هنايا جبت لاصوص كراميل ديالي اللي كنت ديجا صاوبتها بنصف كاس ديال العسل، خليته فوق العافيه حتى غلى مزيان. ابري زدت ليه واحد 8 ديال الكارويات حتى ل 9 ديال الكارويات ديال الشوكولا بلو تكون حتى هي من نوعيه مزيانه. خلطت كلشي مزيان وغادي نزوق هاد القطع ديال الشوكولاته ديالي ولا هاد الحلوه ديالي البارده، غنزوقهم هما باردين باش داك الكراميل كيجمد عليهم. بالنسبه للشكل الثاني اللي هو السابلي، فانا غادي نعجن داك البيغي ديال الزبده ديالي اولا داك البوماد ديال الزبده ديالي في الهاشوار. ضفت 250 غرام ديال الزبده د لا مارغرين، غادي نزيد لها واحد ربع كاس سكر حبيبات، وغادي نزيد لها
ساشي ديال الفاني وكاس ديال الزيت، وغادي نخليهم مزيان في الهاشوار حتى غادي يوليو على شكل بوماد. تقدروا هاد العمليه هادي ديروها غير بيديكم، انا هي فقط باش نوفر عليا الوقت حيت كنت كنصاوب بزاف ديال الحوايج في وقت واحد، فما كنبغيش هكا يعني كنبغي الامور اللي توفر عليا الوقت واللي ما تخلينيش عاد نبقى نرون بيدي. المهم من بعد غادي نكبها في القصيعه ديالي، وغادي نزيد لها واحد الملعقه ديال العسل، ملعقه كبيره ديال العسل هي عاديه هكا كتعطينا حتى هي واحد المذاق خطير صراحه. وهنايا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الزنجلان، كان عندي مطحون في داك القريعه كنحطو كنديرو هكا في الكيك الى اخره، حتى هو كيضيف واحد الاضافه خطيره جدا جدا. من بعد زدت نصف كيس من خميرات الحلويات، تقدروا انكم تستغنيوا عليه، غير هو كيعطيكم واحد يعني كيعطي واحد شويه د الفوليوم لداك الصابلي ديالنا صافي. ومن بعد غادي نبقى نضيف الكميه ديال الطحين. هنايا انا استعنت ب 500 غرام ديال الدقيق فقط، تقدروا انكم تحتاجوا اكثر او اقل، كلشي على حسب طبيعه الحال الزبده ديالو. غادي تشوفوا انني استغنيت على البيض هنايا، فانا هاد لاباط هذه اول مره غادي نجربها صراحه بهذه الطريقه هذه، حيت ماشي هذه هي يعني الطريقه المعتمده عندي. نقدر نقول لكم انها ناجحه، ولكن ماشي بحال كيف موالف كيجيني الصابلي عاده، ولكن كتجي خطيره جدا بداك الاضافه ديال العسل وديال الزنجلان اللي ضفنا بلوتو. من بعد كنضيف الجزء الثاني، يعني كنبقاو نضيفوا الدقيق تدريجيا. استعنت كما قلت لكم ب 500 غرام ديال الدقيق. غادي نجمع العجين ديالي كلها مزيان يعني ما كندلكوهاش، كنجمعوها حتى كتنسجم المكونات مع بعضها البعض. غادي نغلفها في البابي اولا الفيلم اليمونتير ديالي، وغادي نحطها في الثلاجه باش من بعد عاد باش نخدم بها. خليوها تروبوزا شحال ما قدرنا عليه، يعني العجينه ما كتضيعش، غير ما طوالش بزاف وصافي. من بعد ما تربوزات العجينه ديالي ديال الصابلي في الثلاجه، تقدروا تخليوها نص ساعه، ساعتين، اولا تبيتوها ليله كامله في الثلاجه كيف ما درت انا، حيت كنت كنخدم يعني بزاف ديال الاشكال، فكنت كنحاول انني يعني نوجد حاجه ونخدم حاجه ونكمل حاجه لغد ليه باش نقتصد اولا بلوتو كنوفر الوقت ديالي. المهم هنايا جبت لاباط ديالي وقسمتها على 3، وعادي ندير كل قسم فيهم غنديرو فيه يعني بشكيل بمريشم. عندي هنايا المرشم ديال القليب، غادي نحاول انني يعني هذه الطريقه الاعتياديه ديالنا، غادي نحاول انني نقطع كل وحده ديالها، وغادي نحطو في البلاطو ديال الفران اولا لاطه ديال الفران باش غادي ندخلو الفران. صافي هنايا كنستمر بهاد العمليه هذه. من بعد كنحاول انني بكل حذر نهز داك لاباط ديالي. هاد لاباط هذه جات هشيشه بزاف، لاباط ديال الصابلي صراحه يعني زوينه جات، واخا ماشي هي لاباط اللي كنعتمد انا عاده حيت هذيك كندير فيها البيض وكندير فيها امور اخرى، ولكن واخا هكاك عرفتي جات كتقطع بالدا. وداك الزنجلان بالاخص، داك الزنجلان عرفتي طاف ليها واحد النكهه خطيره ما تصوروش. عمر الصابلي جاني لذيذ بحال هاد المره هادي الصراحه. المهم كنحاول هكا بكل حذر نحط ونهز في لاطه ديال الفران. بالنسبه للطياب فضروري انكم تبقاو عينكم عليه. العافيه بطبيعه الحال تكون مهيله، ديروا غير 160 درجه ديال الحراره. لكن عندكم فرن كهربائي، اذا كان غازي تكون نعافيه بحال الشميعه هكا، وعينكم عليه هكا. وداك الزنجلان كذلك عادي يوحد لكم اللون، ما تخافوش من انه يجي مبيض او لا غيتحرق، يعني في خطره كيجي موحد اللون ديالو. بالنسبه للعجينه اولا بالنسبه للبول الثانيه ديالنا فغادي نشكلها كويرات. انا اختاريت انني نشكلها كويرات حيت جاتني هكا اسهل. تقدروا انكم تطلقوا لاباط وتقطعوا بالمرشم اللي بغيتو. انا هذا المرشم ديال الشميشه صراحه عجبني بزاف واختاريت نخدم به هذا العام. غادي نحاول انني نلبسو بشويه ديال الطحين اي ابخي ندير له داك الكويره ديالي ونخرجو هكا، كيعطي واحد المنظر زويون كيجي ساهل. كنحاول انني نزيد نضغط على داك الوسط ديال داك الشميشه باش كيجي يعني غارق شويه فين غادي تحط داك التعليكه اولا لاصوص الشوكولا اللي غادي نديرو.
من بعد غادي ندخلو كذلك الفرن وغادي نحضي معاه باش حيتاش الطابلي دغيا كيتلهب كيف ما قلنا. هادو شويه كيحتاجوا الطياب حيتاش كيكونوا شويه غلاضين. من بعد غادي ندوز باش نخدم الشكل الثالث والاخير اللي درته غير هكا على شكل دائره عاديه جدا. وصافي وعادي ندخلهم يطيبوا باش ندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. وهذا هو الصابلي ديالنا من بعد ما خرج من الفرن. كيجي صراحه واحد اللوين ديالو مذهب زوين، قغاصه داك المعلقه ديال الزنجلان اللي زدنا، وكيجي هكا هشيش وكيتفرتت غير بوحدو. صراحه رائع، خصكم تحضيو معاه باش ما يتفرتت لكمش. داك يطيب ما تقيسوش فيه كاع، خليوه يبرد كليا، يعني يبرد يعني مزيان عاد باش قيسوا فيه. المهم انا هنايا غادي نزوق اولا غادي نفيني داك الشكل الاول. خديت هذا الشوكولا اولا صوص ديال الشوكولا، صافي ذوبته في حمام ساخن كيف ما معودين نذوبوا الشوكولا، وغادي نديرو من فوق هذيك الوحيده اللي هي بوحدها، وغادي ندير من فوق منها نص قرقاعه. صراحه هذا الشكل هذا كيجي خطير، كيجي زوين بزاف، هو سامبل وانيق، يعني ما فيهش قوه التبعكيك يعني، وزوين وكيجي مهيب في الشكل ديالو. وهذا الشكل الثاني ديال الشميشه حتى هو اختاريت نعمرو بشويه ديال الشوكولا وندير له شويه ديال اللوز افيلي اللي صهرته هكا شويه في المقله باش ما كيبقاش هكا لاوي كنديرو شويه فوق النار، وغادي نزوقو غير في الجنيبه باش كيعطي داك الديكور بحال هكاك. بالنسبه للشكل الاخير الثالث والاخير، فانا اختاريت انني ندير له تعليكه ديال الكونفيتور. درت 3 معالق كبار ديال الكونفيتور، زدت لهم معلقه كبيره ديال السكر، وخليته في البوطه حتى تعسلوا مزيان، ويعني بحال تكرملوا. وهاد التعليكه هذه راها ما حدا كتبرد وهي كتجمد، يعني كتولي هكا معلكه، يعني ما كتبقاش هكا جاريه بحال الكونفيتور ولا، يعني كونوا هانيين نخدموا بها. اختاريت انني نخليه هكاك فقط. ومن بعد غادي ندوزو الحلوه الثالثه اللي صوبت معكم في هذا الفيديو هذه. فعندي هنايا 300 غرام ديال الكاوكاو اللي قليته هكا غير شويه فوق البوطه، وخليته طحنته يعني بقشور، وخليت قشور ديالو فيه. زدت ليه واحد ساشي ديال الفاني، وزدت ليه داك النص ساشي ديال الخميره اللي استخدمنا النص ديالها في الصابلي. غادي نزيد ليه واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نزيد ليه واحد 2 معالق كبار ديال لا كونفيتور، وكذلك واحد 2 بيضات ورشيشه ديال الملح ما تنساوهاش. عادي نخلطوا كلشي مزيان حتى غادي تكون معنا عجينه اللي كتكون هكا بحال ديال الغريبه معلكه. الحليوه هذه صراحه انا اختاريت هذا العام انني نصاوبها بالبوق، يعني في اوليو باش انني نديرها بحال غريبه اولا على شكل غريبه. تقدروا انكم نتوما ديروها غير كويرات على شكل غريبه ماشي مشكل، ولكن انا اختاريت انني نبدل لها الشكل ديالها. فجبت البوق ديالي وجبت جايب الحلواني، وكنحاول انني ندير هكا بحال دوائر هكا، وغادي نديرهم في فوق الصينيه ديال الفرن مباشره. ما تخافوش منها ما تلصق لكم ما حتى شي حاجه. ومن بعد غادي نزيد واحد حبه ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني، وغادي نديرها هكا في الوسط زعما نزوقوا به، اولا زعما كنقولوا انه راها حلوه ديال الفول السوداني اولا ديال الكاوكاو. غادي ندخلوها الفرن. هذه بطبيعه الحال ما كتحتاجش الوقت بزاف لان فيها غير كاوكاو هو ديجا طايب، فما نغفلوش عليها، غير نحسوا بها هكا بدات كتحمر من الجناب عادي نضفيو عليها اولا نخليوها تحمر شويه من الفوق. وهذا هو بلاطو ديالنا، تشكيله ديال الحلويات ديال العيد ديال الشكيلات ديال الصابلي اللي خرجناهم غير من 500 غرام ديال الدقيق. وعندنا تبارك الله داك الحليوه ديال اللوز والكوكلي كتجي اكثر من رائعه، والحليوه ديال الكاوكاو بطبيعه الحال. وما نساوش الفقاص وداك الغريبه اللي سبق لي انني وجدتهم معكم، وغادي نخلي لكم لي فيديو ديالهم تحت في صندوق الوصف، يعني ساهلين ماشي شي حاجه. بالنسبه هذاك الفقاص ديال اللوز صوبته معكم وعاودت، وهذيك الغريبه حتى هي فيها شويه ديال الكاوكاو، وهذيك ماشي البهله غير جات بحال البهله حيت ما درت لها لا طابع لا حتى شي حاجه. وهذا هو بلاطو اولا تشكيله ديال الحلويات ديال عيد الفطر المبارك. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم،
فادكم ولو بالقليل. نتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله إلى فيديوهات قادمة بإذن الله. تهلاو فراسكم، عواش مبروكة وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم.